اهلا بيكم في حلقة جديدة وعودة الصدارة لليفربول بعد ماتش متعب وماتش كان يقلق الواحد خالص. الحمد لله ليفربول ينجح انه ياخد الصدارة بعد تعثر السيتي قدام بورنموث. هنتكلم عن الجولة وملخصها كده سريعا، بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ناس كتيرة بتتفرج علينا مش عاملة سبسكرايب، فيا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. فيلا بينا نبدأ. البداية مع ماتش أرسنال ونيوكاسل، الماتش اللي عليه علامة استفهام كبيرة على أداء أرسنال وعلى تغييرات أرتيتا وأسلوب لعبه أساسا. بس خلينا نمشي كده. أول الشوط كانت الريتم ماشي سريع ولكن مفيش هجمات خطيرة قوي. يعني يمكن الهجمة اللي ظهرت بتاعت إيزاك لما جاب الجون، واقف ما بين جابريال وصليبا، عرضية من جوردون على دماغه بيحطها وبينقذ نيوكاسل. وممكن معاه نشوف نيوكاسل بشكل احسن كمان، ان هم لعبوا ماتش كبير قدام ارسنال. بصراحة عملوا ماتش كويس، مش ايزاك لوحده اللي كان حلو، كمان برونو جوماريش ولويس هول وجوردون ذات نفسه. فنيوكاسل ماشية كويس الى حد الان. وكمان ممكن مع عودة اصاباتها كمان بقية اللعيبة، واحد زي تونالي لو بدأ يشارك، فهنشوف تحسن اكتر في نيوكاسل. نروح بقى الارسنال. ارسنال اللي يعتبر ما لعبتش الماتش، هم نازلين الماتش احنا برضو بندافع، معرفش ليه. يعني انت نيوكاسل قدامك خط دفاعها كله مصابين، فانت مش بتهاجم وانت بتلعب باربع مهاجمين. يعني انت بتلعب بتروسرد وساكا وكاي هافرتز ومارتينيلي ومفيش اي خطوره منك. يعني الهجمه الوحيده الخطيره بتاعت العرضيه لساكا في الست ياردة كده، محدش كان واقف خالص جوه المنطقه فعدت ولا ليها اي لازمه. ويعني ارسنال كانت خطيره شويه برضو في الركنيات، بس برضو ما عملوش بيها حاجه. يعني في الاول في الاخر صفر، الحصيله في الاخر صفر. وفي نفس الوقت دفاع ارسنال يعني في سوء من سيء لاسوأ. انت جابريال وساليبا واقفين واحد قدام واحد قدام ايزاك وواحد وراه، والاتنين بيتفرجوا على الكوره زيهم زينا. فمش عارف يعني ارسنال ولا هجوميا كويسه ولا دفاعيا حتى كويسه. ونروح بقى من هنا لارتيتا. ارتيتا اللي فضل صابر قوي على تروسرد في ماتش زي ده. انت خلاص تروسرد من اول الماتش مش شايف قدامه، فانت المفروض تطلعه. عمل تغييرات غريبه انا ما فهمتهاش. يعني الدقيقه 61 شفنا نيونيري بينزل بدل مارتينيلي وزينشينكو بدل ميكيل مورينو. التغيير انا مش فاهمها خالص بتاعت زينشينكو دي، بس ما علينا. تمام، خليته يلعب باك شمال وبارتي رجع نص الملعب. بعديها تغييرتين، بعدها ب 10 دقايق تغييرتين اغرب من بعض. جابريل جيسوس بينزل وبين وايت. بعديها تغييرتين اغرب من بعض. جابريال جيسوس بينزل بدل تروسرد اللي كان من اول الماتش سيء للغايه، وتمبر بينزل بداله بين وايت. تغيير باك بباك. طب انت هتستفاد ايه من باك وانت عايز ترجع في النتيجه؟ حاجه انا ما فهمتهاش خالص صراحه من ارتيتا، خصوصا ان انت شايف ان انت فريقك مش قادر يقدم حاجه قدام ومش قادر يصنع فرص، مع ذلك انت بتغير تمبر بين وايت. مش قادر استوعب ايه ده الصراحه. وبعد كده في اخر 5 دقايق تقريبا كان باقي تغييره لارتيتا وفي ستيرلينج على الدكه، فيقوم عامل ايه؟ مطلع توماس بارتي ومنزل جورجينو. حاجه غير منطقيه وحاجه انا مش فاهمها. يعني طب انت جايب ستيرلينج ده اعاره ليه اصلا؟ ما انت محتاجه في ماتش زي ده ينزل يجري يرقص يعمل اي حاجه. مع ذلك في الاول في الاخر ارسنال ما عملتش اي حاجه في الماتش. ويعني حتى الحجج اللي كنا بنشوفها قبل كده بتاعت اصل اللعيبه مصابه، اصل الحكم، اصل طرد، اصل سليبه، اصل تروسرد، ما عملوش حاجه وادائهم سيء وشكلهم كده داخلين في سكه سواد يعني الفتره الجايه. نروح للماتش اللي بعديه. اكتر ماتش فرحني في الجولة هو ماتش السيتي وبورنموث. الماتش اللي قلنا مش هيبقى سهل على السيتي، وبورنموث بقت فريق رخم، وقد كان. بورنموث بتنزل الماتش، يعني طبيعي انت في ماتشات السيتي بتبقى شايف ان الاستحواذ على السيتي والمرتدات على الفريق اللي قدامه. لا، ده بورنموث من اول دقيقة ضغط على اكيه، راحت بفرصة إيدرسون بيشيلها. يعني إيدرسون عمل كذا سيف في الماتش ده، بس يعني انقذهم كتير، كانت ممكن تيجي تبقى اكبر. مع ذلك بورنموث لعبت ماتش كويس برضو. شفنا بورنموث عرفت تخنق جامد على السيتي في الشوط الاول، وبعديها على طول 9 دقايق الجون الاول بيجي صناعة كيركيز اللي كان حلو جدا في الماتش ده بصراحة. حتى وكايل ووكر بيلعب عليه، لا ظهر بشكل كويس. باك لعب في اليورو ممكن ما تشافش كتير ولكنه كويس جدا. سيمينيو سجل الهدف الاول. بعد كده شفنا السيتي بتحاول بعرضيات من فودن اللي ما لقاش حد خالص ينهيها، ولا هالاند ولا جفارديول ولا اي حد. الماتش كان صعب شوية عليهم الى ان يبدا الشوط الثاني. الشوط الثاني بورنموث مكمله بنفس الريتم،
كورة خطيرة كانت ممكن تتسجل من ايفانيلسون، بس إيدرسون برضو بينقذها وبينقذ فريقه، وكان ممكن سيتي تعود بس اتأخروا شوية في الموضوع ده. هجمة خطيرة تانية من بورنموث، ترافينير كان ممكن يسجلها ولكن بتخبط في العارضة. سوء حظ جامد صراحة لترافينير مع الفريق، ولكن بعد كده الجون بيجي من ايفانيلسون، اسيست برضو كيركيز اللي بيلعب عليه كايل ووكر، بس مش هناخد الموضوع يعني منافسة. الناحية التانية السيتي بيحاول يعود ولكن بيبقى الوقت اتأخر خالص، ففي الدقيقة 81 جوفارديول بيسجل هدف. جوفارديول اللي بقى يسجل كتير قوي مع استمرار غياب هالاند اللي جاله كورة في آخر الماتش، خلاص ركنية بتتلعب على دماغه، الحارس بيشيلها تتردله تاني يقوم خبطها في العارضة، هو كل ده واقف في الستة ياردة. غريبة الصراحة من هالاند، وغريبة من انه المفروض فينيشر جامد في الجيل الحالي، ولكن سوء حظ السيتي مستمر، والحمد لله ان هم تعثروا، وربنا يستر على ليفربول لما تلعب بورنموث. ومن هنا نروح لماتش ليفربول برايتون، الماتش اللي كان هيجرالي فيه حاجة. يعني انت خلاص شايف السيتي بتتعثر وهتركب اهو، لا ده الحق. اوسخ اداء لليفربول في الشوط الاول، اوسخ اداء شفته لهم طول الموسم، اوسخ من ماتش نوتنجهام. فالشوط الاول كله بنشوف برايتون ماسكه الكوره بتلعب حلو قوي، اكنك بتلعب برشلونه 2009 مع بيب كده. لعبوا كويس جدا الشوط الاول. ليفربول مش ظاهره، مش عارفه تصنع، او يعني حتى لما بتضغط مفيش خطوره، مفيش اللاعب اللي ياخد الكوره ويصنع فارق، لا الماتش عادي. يمكن الكوره اللي جت لليفربول الوحيده اللي كانت ممكن تيجي كرة داروين نونيز اللي جات له جوه المنطقة شاطها، ولكن فيربروجن بيشيلها. الحارس اللي كان رخم في الماتش، رخم بتصدياته، ما كانش مستفز ولا حاجة، بس هو كان يعني عامل سيفز كتير قوي وكان قريب ان هو يكسب فريقه خلاص، بس الحمد لله. مع بداية الشوط التاني بنشوف ليفربول اقوى وظاهر بشكل احسن، ولكن برضو الضغط ما بيأديش لفرص، الى ان نزلت بقى التبديلات. سوبوسلاي بيخرج، سوبوسلاي اللي عمل ماتش من أسوأ مبارياته معانا، هو ما شاء الله لسه مستمر في انه يفضل سيء. بنزول كيرتيس جونز ونزول لويس دياز، الفرقة اتغيرت، الشكل بقى احسن، الضغط بقى مفيد فعلا. يعني بعديها على طول كام دقيقة جاكبو عرضية بتعدي الكل تخش، تحس جون جليتش كده. الحمد لله جت من عنده حرفيا. بعديها كذا فرصة برضو الضغط زاد وبقى شكلك احسن. جاكبو بيروح لكورة بس في الاخر بتخبط في كعب لويس دياز بتروح لبرايتون. بعديها على طول كيرتيس جونز بياخد الكورة، بيروح يديها لصلاح، صلاح اللي بيسجل جون من احسن جوانه الصراحة معانا لحد دلوقتي في الموسم. يعني هو صلاح ضيع واحدة قبل كده سهلة، ولكن الراجل لحد دلوقتي ما اثرش معانا الصراحة، كل تفكيره في التجديد، فأداؤه لحد دلوقتي كويس. فهنشوف هل في سنتين كمان في عقده ولا ايه الدنيا. قبل ما انهي الماتش ده لازم اتكلم عن جو جوميز. جو جوميز اللي نزل بديل لكوناتي في الشوط الثاني لعب ماتش جامد قوي، يمكن من احسن ماتشات جو جوميز معانا. كان قريب انه يسجل كمان في كذا فرصة. الراجل نزل كأنه احسن بديل شفته في حياتك. لعب ماتش انا اول مرة اشوفه من جو جوميز اصلا، حتى لما كان بيلعب اساسي في فترة غريبة منه، بس اتمنى يفضل كده وكل ما نحتاجه نلاقيه فايق ان شاء الله. نروح للماتش اللي بعديه، استون فيلا توتنهام. استون فيلا اللي بدأت الماتش حلو جدا، رأسية من اونانا، ركنية ليهم بتيجي على رجل روجرز، جول مستفز قوي. يعني مش عارف الكرة عدت كله وجات على رجل روجرز، واقول لكم انا ليه متضايق في حلقة يوم الجمعة ان شاء الله. ولكن زي ما قلنا استون فيلا بدأت الماتش حلو، وبعد كده احنا بنشوف توتنهام ماسكه الكرة اغلب الوقت. الضغط بتاع توتنهام الغريب بيزيد لحد ما الشوط الاول بيخلص. توتنهام كانت ظهرت بشكل كويس. الشوط الثاني بيبدأوا احسن واحسن، على طول عرضية من سون على جونسون اللي بيخطفها وبيسجل التعادل. سون اللي على طول بعديها بيستغرب من خروجه، خرج الدقيقة 55، حاجة مش معتادين نشوفها خصوصا مع سون في توتنهام، كانت غريبة شوية. ولكن ريتشارلسون بينزل بعديها، توتنهام مكملة في ضغطها، الفرص بتزيد لحد قبل الماتش ما يخلص بربع ساعة. سولانكي بيسجل الهدف التاني، هدف جميل قوي الصراحة، لوب كده من فوق مارتينيز، جون جميل. ويعني وحشنا اجوان سولانكي واحتفالات الانمي دي الصراحه انا بحبها. بعديها باربع دقايق ماشي، بعديها باربع دقايق ريتشارلسون بياخد الكوره بيصنع هدف لسولانكي، هدف الثالث لتوتنهام والتاني لسولانكي في الماتش. سولانكي كان عامل ماتش كويس بصراحه على طول. يعني الحلو ما بيكملش، ريتشارلسون اصابه بيخرج، اللي هو اصلا نازل بديل لسون بيتصاب وبينزل ماديسون اللي سجل جون. انا بشوفه مسك الختام بصراحه في الماتش ده، جون جميل قوي، الفاول لعبه بصياعه وذكاء.
ما شفتهاش كتير صراحة الفاولات زي كده، ولكن ماديسون جاب جون جامد. ومن هنا نروح لمارتينيز. مارتينيز اللي ناس كتيرة فضلت تشمت فيه بعد الماتش، ازاي ده ياخد احسن حارس في العالم. فاللي انا عايز اقوله يعني انت عيب برضو، او يعني حرام ان انت تحكم على لعيب من ماتش، وخصوصا ان هو يعني مش بيلعب في فرقة من اللي بتاخد الدوري او بتنافس على الدوري كل سنة. ده هم بيوصلوا رابع بالعافية، خط دفاعه اقوى واحد فيه باو توريس. الرحمة حلوة يعني يا جماعة، مش اول ما العجل يقع سكاكينه تكتر كده. وبس ده كانت نهاية الماتش. نخش على الماتش اللي بعديه، مانشستر يونايتد وتشيلسي. ونروح للماتش الاخير معانا، مانشستر يونايتد وتشيلسي. المفروض انه ماتش قمة، ولكن يعني هي مش قمة قوي لان هما بينافسوا في منتصف الجدول، بس ما علينا. مانشستر يونايتد بتبدأ الماتش حلو جدا، تشيلسي الناحية التانية برضو نفس الفكرة. الاتنين بادئين الماتش كويس، هجمات كتير سواء من اليونايتد او تشيلسي. اليونايتد ضيعت كتير قوي. اليونايتد ضيعت كتير قوي، هويلاند وجرناتشو يعني لو فايقين شويه كانوا خلصوا الماتش ده مستريح. تشيلسي ربنا يخلي لهم بيدرو نيتو ويحرق مدويكي كان ممكن يسجل كوره رأسيه جت في العارضه، بس طول الماتش هو انا هاخد الكوره عايز اجيب جون. يا ابني العب مع الفرقه، معاك بالمر، معاك جاكسون، بلاش جاكسون، معاك بالمر، معاك نيتو، ماشي الدنيا. مفيش. عكسه تماما نيتو اللي بيراوغ، بيعدي، بيحاول ياخد فريقه لقدام، بيحاول يسجل، بيحاول يصنع، ولكن بشكل كويس يعني جماعي اكتر من مدويكي، وبيساعد الفرقة. وكمان الراجل يعني يلعب شمال شغال، يلعب يمين شغال، فصراحة مكسب جامد لتشيلسي. الشوط التاني شفنا تشيلسي هديت شويه، اليونايتد بقت ماسكه الكوره اكتر. اليونايتد برضو بتلعب على ارضها عايزه تكسب، يعني شفنا كذا هجمه خطيره الى ان تيجي ضربه الجزاء، وهي ضربه جزاء صحيحه انا شايفها صراحه ما فيهاش كلام يعني. برونو بيسجلها، ولكن زي ما بيقولوا كده ما لحقتش تتهنى يعني، على طول بعديها ب4 دقايق صاروخ من كايسيدو في اونانا. جون جميل قوي، جامد قوي. وغريبا ان هي جايه من كايسيدو. الراجل متطور قوي الموسم ده، لعب كذا ماتش كويس عن الموسم اللي فات، فشكله ظاهر بشكل احسن، ولا غنى عنه في خط وسط تشيلسي. ومن هنا عايزين نتكلم على لعيب واحد، هو بالمر اللي هو المفروض نجم الفرقة واهم واحد في الفريق. ماتش السيتي ما ظهرش، ليفربول ما ظهرش، قدام اليونايتد ما ظهرش. انا بحبه والله، انا مش يعني مش بلوم عليه، ولكن المفروض انت زي ما انت اسمك كبير في النادي يبقى ادائك كبير في ماتشات زي دي، خصوصا دي ماتشات مهمة يعني تساعد فريقك بعد كده قدام. هنشوف الماتش الجاي تشيلسي هيلاعب على ارضه ارسنال، وبالمر في الستانفورد بريدج بيظهر قوي. وبس دي كانت نهاية حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، والناس اللي بتشوف حلقات تعملش سبسكرايب يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. انا محمد ايمن، واشوفكم الحلقات الجايه.